في تاريخ العلم في ناس اسمها مشهور في الكتب، وفي ناس تانية ساهمت في تغيير فهمنا للعالم لكنها فضلت بعيدة عن الأضواء. واحد من الناس دي هو ابن الشاطر، الراجل اللي شاف السماء بطريقة مختلفة عن كل اللي قبله، وترك أثر بيحير المؤرخين لغاية دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وحلقتنا النهاردة من سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة. هنتعرف مع بعض على حياة الفلكي الدمشقي اللي سبق عصره بقرون، ونعرف ازاي قدر يصحح الأخطاء اللي كانت موجودة في علم الفلك من زمان. ابن الشاطر اتولد في دمشق سنة 1304. عاش في وقت كانت السماء فيه رمز للغموض. الناس كانت بتشوف النجوم والكواكب والشمس والقمر بس مش قادرة تفسر أي حاجة ولا تقدر توصل لمعلومة محددة. محدش كان فاهم أي حاجة بتحصل قدامه ممكن يكون سببها إيه. هو اتربى على حب الملاحظة والدقة، كان دقيق جدا في كل حاجة، ومع الوقت بقى موقت الجامع الأموي، يعني المسؤول عن تحديد أوقات الصلاة. وقتها تحديد مواقيت الصلاة كان بيعتمد على مراقبة الشمس والنجوم، مش على أي تقويم ثابت، فده كان بيخليه ملم جدا بحركة السماء. ابن الشاطر ما كانش بس بيشوف النجوم، هو كمان بيحلل وبينتقد وبيحاول يفهم أخطاء الناس اللي قبله. يعني زمان كان نموذج بطليموس هو كان المعيار، إن الأرض في النص وكل حاجة بتدور حواليها، لكن كان في مشاكل كبيرة ما قدرش بطليموس ان هو يحلها، زي مثلا ان حركة الكواكب ساعات مش منتظمة، يعني المريخ احيانا بيظهر وكأنه بيرجع لورا مش بيتحرك لقدام، وده عمل ارتباك شديد. ابن الشاطر قعد يراقب السماء بنفسه، وده اللي ساعده ان يقدر يفهم حركة الكواكب بشكل سليم. بطليموس حاول يحسب حركة الكواكب والشمس والقمر بنظامه، بس واجهته مشاكل كتير، منها مثلا ان المريخ احيانا بيظهر وكأنه بيرجع لورا، وبعض الكواكب سرعتها مش ثابتة، وكمان الحسابات مش بتتطابق مع اللي الناس شايفاه. يعني مثلا تخيلوا كده تكونوا بتتفرجوا على ساعة المفروض ان العقارب بتاعتها بتتحرك في اتجاه معين، ان المفروض جت الساعة 12 بدل ما تتحرك في اتجاه ان الساعة تبقى واحدة رجعت بقت 11، فدي مشكلة. وده بقى اللي حصل مع حركة الكواكب وقتها. ابن الشاطر قرر انه يصلح كل ده، شال الطريقة المعقدة اللي بطليموس استخدمها وابتكر طريقة جديدة للحسابات تخلي حركة الشمس والقمر والكواكب واضحة ومفهومة لأي حد بيبص للسماء. يعني مثال، لو احنا عايزين نعرف مثلا الوقت اللي هيوصل فيه أتوبيس، بطليموس كان يقول فترة تقريبية، يعني هيوصل مثلا في خلال نص ساعة، زادت او قلت فهو ما قدرش، يعني هو ما قالش رقم محدد، هو قال في خلال نص ساعة علشان يتجنب فكرة ان انت لا انت غلطت. لكن ابن الشاطر كان بيحسب بدقة وكأنه واقف يشوف الساعة بنفسه، فالأتوبيس لما بيوصل في الوقت اللي هو قاله بالظبط. كمان ابن الشاطر استخدم أدوات فلكية بسيطة لكنها عبقرية، زي مثلا الربع المجيب. ده استخدمه عشان يقدر يعرف ارتفاع الشمس والكواكب بدقة كبيرة. بدل ما يعتمد على فرضيات معقدة، ابن الشاطر قسم حركة الكواكب لمراحل واضحة. أولا حدد وقت شروق وغروب الشمس كل يوم. تاني حاجة عرف مسار القمر، وده ساعده في تحديد الشهور. وبالنسبة للمريخ والزهرة وعطارد فهو قدر يحل مشاكل كانت محيرة للعلماء قبله كتير. يعني أي حد يبص للسماء ممكن يتخيل حركة كل الكوكب بطريقة واضحة وبسيطة من غير ما يكون عارف أي مصطلح علمي. المفاجأة بقى إن العلماء لما لاحظوا نماذج ابن الشاطر بعد قرون لقوها شبه النماذج اللي عملها كوبرنيكوس بحوالي 200 سنة بعد ابن الشاطر. يعني ابن الشاطر كان سابق عصره بقرون، والنماذج اللي اعتمدها كانت متطورة جدا لدرجة ان الباحثين قالوا ان التشابه ده مش صدفة. وده اللي بيخلي الواحد يستنتج ان علم الفلك الاسلامي وصل لاوروبا، وان كوبرنيكوس نفسه استفاد من شغل ابن الشاطر. ابن الشاطر مثال حي ان العلم سلسلة طويلة، وكل اكتشاف بيتبني على اللي قبله. حتى لو اسمه اختفى من كتب التاريخ لفترة، شغله فضل دليل على الدقة والمراقبة والعبقرية. لما نبص للسماء النهاردة بعين العلم الحديث، لازم نفتكر ان قبل التلسكوبات كان في ناس زي ابن الشاطر بيرفعوا عيونهم للسماء ويقروا الحقيقة خطوة بخطوة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قريب.